السلام عليكم. مبدأ أن لكل شيء سبب ولكل ما يحدث محدث ولكل فعل فاعل مبدأ مهم جدا في حياتنا اليومية وفي فهمنا لما يحدث، وأيضا مهم جدا في عرضنا لبداهة فكرة وجود الله. إن لم يكن هناك خالق فمن خلق كل هذه الأشياء؟ تدخل إلى بيتك فتجد أنه قد أصبح فوضى، الأدراج على الأرض وكل شيء ليس في المكان الذي تركته فيه. تعرف أنه لابد أن يكون هناك من فعل ذلك، ربما الريح وربما اللصوص. تدخل بيتك مساء بعد أن تركته في فوضى صباحا فتجده مرتبا منسقا كما لم تحلم بذلك، فتعرف بداهة ودون حاجة لأن تكون عبقريا أن هناك من فعل ذلك، هناك من كان سببا في ذلك. كل ما تراه في حياتك من أشياء ومن نتائج كان لها سبب ومسبب، كل فعل له فاعل وكل حدث له محدث. وبنفس المنطق قيل قديما: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج ألا تدل على العليم الخبير. هذه الفكرة على بساطتها وبداهتها وكونها جزء من المنطق العام الكومن سنس، فهي من أهم دلائل وجود الله وأكثرها قربا وانسجاما مع العقل البشري. ولكن هناك من استخدمها بالتحديد لتكون سببا أو حجة في الإلحاد. كيف هذا؟ يقول البعض أن هذا القانون السببي يقود ضمنا إلى أن يكون هناك لله خالق. كيف؟ ما دمنا نقول أن لكل شيء سبب ونصل بكل الأسباب إلى الفاعل الأول الله، فهذا يعني حسب هؤلاء أن الله نفسه يجب أن يكون له سبب أو خالق، وهذا الخالق أو السبب بدوره يجب أن يكون له مسبب أيضا، وهكذا في دائرة لا تنتهي من الأسباب اللانهائية. مبدئيا وإذا فكرنا بمنطق 1+1 فاعتراضهم صحيح، ولكن المشكلة أن منطق 1+1 لا يمكن أن يطبق على كل شيء، هناك حدود لتطبيق هذا المنطق الرياضي الجامد. بعبارة أخرى أوضح: قوانين الفيزياء التي نعرفها تطبق على المادة فقط، أي شيء خارج هذه المادة مهما كان لن تكون قوانين الفيزياء قابلة للتطبيق عليه. المشاعر مثلا هي حقيقة لا شك، أحاسيس وسيالات عصبية وهرمونات وكل شيء، لكن هذه المشاعر غير خاضعة لقانون رياضي فيزيائي أو كيميائي، لا يمكن أن تخضع لرقم أو معادلة أو حساب كما تخضع الأشياء المادية. فلنقرب المثال أكثر: الإنسان صنع منتجات كثيرة، فلنقل كهربائية مثلا، الثلاجات والمجمدات وأجهزة التلفاز. تشغيل هذه الأجهزة وطريقة عملها وصيانتها تتبع قوانين معينة غالبا كهربائية، لكن صانع هذه الأجهزة غير خاضع لنفس القوانين، هو صانعها لذا فهو غير خاضع لها. كذلك الأمر بالنسبة لتسلسل الأسباب والمسببات، والبعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير إلى آخره. هذا قانون يخضع له كل عالمنا الذي نعيش فيه بكل ما فيه، لكن خالق هذا العالم أو صانعه هو خارج هذا القانون، كما هو خارج كل القوانين التي وضعها، وكما الإنسان خارج قوانين الثلاجة والتلفاز. لذا فإن سؤال من خلق الله يعجز عن فهم أن الشروط والمواصفات التي يخضع لها العالم المادي لا يخضع لها صانعه. Terms and conditions are not applied there. لكي تحقق هذا الفهم عليك أن تفكر بطريقة مختلفة، أن تفكر بأن من خلق كل شيء يجب أن يكون خارج كل مقاييسنا ومعاييرنا وأيضا القوانين التي يسير بها الكون. لماذا علينا أن نتبنى هذا النوع من التفكير الذي نقفز من خلاله على قواعد التفكير المنطقي ونقول أنها لا تعمل هنا؟ لأن نوع التفكير المنطقي الجامد هذا لو طبق على فكرة الخالق وقررنا أنه لا بد للخالق من خالق ولا بد للخالق من خالق وهكذا، فإننا سندخل في سلسلة لا نهائية لا تقود لشيء، سيتحول الأمر ليكون دائرة مفرغة لا حل لها، وهذا بالذات يعني بطلانها ولا منطقيتها. بينما يبدو الاعتقاد بأن قواعد التفكير المنطقي تقف عند حدود معينة وتسلم خاضعة لفكرة الله ولا تدخل في دوامة لا نهائية من الاحتمالات، يبدو هذا الاعتقاد أقرب إلى روح المنطق والعقل حتى لو كان يؤمن بما لا يراه العقل مباشرة. قريب من مفهوم السبب الأول يقع مفهوم النظام. باختصار، في هذا الكون ثمة نظام دقيق يجعله مهيئا لاستقبال الحياة. سيقول المعترضون: أي نظام تتحدث عنه وكل تلك الزلازل والفيضانات والكوارث البيئية تحدث باستمرار؟ لا أتحدث عن أن الكون
يمشي مثل ساعة دقيقة، فليس من المطلوب أن يكون كذلك. لكني أتحدث عن ثوابت فيزيائية أساسية دقيقة جدا سهلت نشوء الكون وسهلت أيضا نشوء الحياة كما نعرفها. هذه الثوابت دقيقة جدا، لو كان هناك فارق طفيف فيها، طفيف لدرجة غير محسوسة، لما كان من الممكن أن ينشأ الكون ولا كانت حدثت حياة. لتوضيح مدى دقة هذه الثوابت ومدى صغر أي تأثير عليها، علينا أن نطلع ولو على نحو سريع على بعض هذه الثوابت الكونية وتوليفها الدقيق. الحديث هنا لا علاقة له بالإعجاز العلمي أو أي شيء من هذا القبيل، نتحدث عن ثوابت كونية، أرقام ثابتة في الكون، لو كانت أقل قليلا أو أكثر قليلا لما نشأ الكون، ولا نقول أن هذه الثوابت مثلا ذكرت في القرآن أو أي شيء من هذا القبيل. ما هي هذه الثوابت؟ أولا، نسبة حجم البروتون إلى الإلكترون هو يساوي هذا الرقم على الشاشة. هذه النسبة لو تغيرت بمقدار 1/10 مرفوعة إلى الأس 37، أي 1/10 مضروبة في نفسها 37 مرة، أو 1/10 مقابلها 37 صفرا، إذا كانت هذه النسبة أعلى أو أقل فإن القوة الإلكترونية المغناطيسية ستتغلب على قوة الجاذبية وتمنع نشوء المجرات والكواكب، وبالتالي تمنع نشوء الحياة. ثانيا، نسبة القوة الإلكترومغناطيسية إلى قوة الجاذبية بالنسبة لزوج من البروتونات، وهي تبلغ 1/10 مرفوعة إلى الأس 36. إذا كانت هذه النسبة أقل قليلا فإن النجوم ستكون أقل كثافة من الشمس، وهذا سيجعلها غير قابلة لتكوين المعادن ثقيلة. وإذا كانت نسبة أعلى قليلا فإن النجوم ستكون أكثر كثافة من شمسنا، وسيؤدي هذا إلى كون غير صالح للحياة كما نعرفها. ثالثا، نسبة تمدد الكون تقارب 1/10 مرفوعة إلى الأس 55. لو كانت نسبة التمدد أعلى من هذا لتمدد الكون على نحو لا يمكن للنجوم الكواكب أو المجرات أن تتكون، ولو كان التمدد أبطأ لانهار الكون بسرعة وقبل أن تتكون النجوم أو المجرات أو الكواكب. رابعا، كثافة الكتلة الكونية ولفت على نحو دقيق يسمح بنشوء الحياة بدقة 1/10 مرفوعة إلى الأس 59. لو كان الكون بنسبة كتلة أكبر لأدى نظير الهيدروجين المتكون عن الانفجار العظيم إلى احتراق النجوم بأسرع مما يجب لتكون الحياة. ولو كانت النسبة أقل فإن الهيليوم سيكون أقل مما يؤدي إلى قلة المعادن الثقيلة مما يؤدي إلى عدم نشوء الحياة. خامسا، الإشعاع الذري الكوني الناتج عن الانفجار العظيم يمكن مشاهدته بنسبة 1/10,000، 10 مرفوعة إلى الأس 5. إذا كانت هذه النسبة الدقيقة أقل قليلا لأدى ذلك إلى أن يكون الكون كله مجرد تجمع غازات دون تكون أي مجرات أو كواكب أو نجوم. ولو كانت النسبة أعلى قليلا لكان الكون كله ثقوب سوداء، في الحالتين لا حياة. سادسا، القوة النووية التي تربط الذرات وبالتالي المادة. الشمس تستمد طاقتها من التحام ذرات الهيدروجين ببعضهما. عندما تلتحم ذرتي هيدروجين ببعضهما فإن 0.007 من كتلتيهما تتحول إلى طاقة. لو كانت هذه النسبة أقل بحيث تكون 0.6 بدل 0.7 فإن البروتون لن يتمكن من الالتحام بالنيوترون، والكون سيتكون فقط من الهيدروجين. بدون وجود عناصر ثقيلة لن تتكون الكواكب ولن تنشأ الحياة. ولو كان أكثر بحيث يكون تحول إلى طاقة بمقدار 0.8 بدل 0.7 من الكتلة فإن الهيدروجين سيتحول بسرعة كبيرة بحيث سينفذ الهيدروجين مرة أخرى، لا مجرات لا كواكب لا حياة. حسنا، هذه الثوابت تشير إلى أن الكون قد ولف تيوند ليكون مهيئا لنشوء الحياة فيه. ولف بالضبط كما نولف المذياع على تردد محطة معينة، تردد دقيق جدا من بين ملايين الترددات المحتملة. ماذا يعني هذا؟ يعني ببساطة أن ثمة خالق وراء هذا الكون. هل يعني ذلك دليلا علميا قاطعا بالمعنى العلمي التطبيقي للكلمة؟ لا، لكن هذا قد يجعلك تفكر وتربط وتحلل وتقرر بالحس العام، بالكومن سنس، بالبديهة، أن احتمالية وجود إله مع هذه الترددات الدقيقة التي خلق الكون على أساسها احتمالية عالية جدا. ماذا يقول الأخوة الملحدون في هذا الصدد وأمام هذه الثوابت الكونية الدقيقة؟ في الحقيقة يقولون شيئا من أعجب وأكثر الحجج غرابة. يقولون ببساطة أن هذا الكون الذي نشأت فيه الحياة عبر توفر هذه الثوابت هو 1/10 مرفوع إلى 500 كون آخر، ملايين الملايين من الأكوان الموازية. الأكوان المتبقية كانت ربما ثوابتها مختلفة ولم تنشأ فيها حياة، إنما هذه الثوابت ضبطت خبط عشواء
ليس أرقام ترتبت لتنجح بينما فشلت ملايين المحاولات الأخرى ولم تنتج كونا واحدا فيه حياة، أو ربما أنتجت ولكننا لا نعرف. الهروب إلى فرضية الأكوان المتوازية هو محاولة للهروب من تفسير الثوابت الكونية بوجود إله خالق واضع لهذه الثوابت. وهكذا يفضل البعض أن يفترض وجود مئات الملايين الأكوان التي حدثت فيما بينها عملية انتخاب طبيعي لإنشاء الحياة دون وجود دليل واحد على وجود هذه الأكوان، وذلك بدلا من أن يقروا باحتمالية وجود إله مدبر لهذه الثوابت. ثمة غيب في الحالتين، الأكوان الموازية غيب أيضا لم يروه ولم يجدوا دليلا عليه، لكنهم يفضلونه على الغيب الأكثر منطقية، غيب وجود إله لا يرى، رغم أن فكرة وجود إله ستنهي المسألة. أما فكرة الأكوان الموازية لن ينتج عنها سوى تأجيل السؤال الحتمي: من خلق تلك الأكوان الموازية؟